ازيك يا صاحبي؟ ايه الاخبار؟ عاوزك بس قبل ما نبدا الفيديو تصلي على سيدنا محمد وتشترك بقى في القناه وتروق علينا بلايك ونوصل الفيديو ده ل 5000 لايك. قدها ولا ايه الدنيا؟ فيلمنا بيحكي قصه بنت هاديه ولطيفه وولد مراهق وألعوبان واللي بالصدفة بيكون اسمهم واحد بس شخصياتهم مختلفة تماما. في بداية الفيلم بنتعرف على بنت اسمها هيبينو تسوباكي واللي أهلها فاتحين استوديو تصوير وعيلتها وارثة المهنة دي من جيل لجيل. ودلوقتي هيبينو بتبقى داخلة المدرسة الثانوية وأختها الصغيرة ساكورا لسه في المدرسة الإعدادية، وبنلاحظ إن طريقة لبس كل واحدة فيهم مختلفة عن التانية. مثلا هيبينو بتلبس على الطريقة القديمة وبتعمل ضفيرتين، في حين إن أختها عادة بتهتم بالموضة وبتحب تلبس جديد. وهيبينو بالنسبة لأختها فهي بنت من النوع البسيط جدا، واليوم ده بيبقى أول يوم لهيبينو في المدرسة الثانوية، وبتبقى ماشية على قوانين المدرسة ولابسة الزي وملتزمة بيه. بس بتتفاجئ لما بتلاقي زمايلها لابسين لبس خروج عادي، وهي داخلة الفصل بتخبط في واحد اسمه تسوباكي كيوتا بالغلط وشنطته بتقع والكتب بتقع منها، فهيبينو بتعتذر له على طول وبتساعده يلم الكتب بتاعته. وفي الوقت ده واحد من صحاب كيوتا اسمه نيشيكي بيناديه باسم تسوباكي، فهيبينو بتفتكره بينادي عليها فبترد عليه هي، بس بعدين بتفهم انه كان بينادي على كيوتا. ومن وقتها وهيبينو بتعرف ان هي وكيوتا عندهم نفس الاسم، وبنعرف ان كيوتا يبقى واحد من اشهر الولاد في المدرسة، وبيبقى ولد جذاب ووسيم وذكي، وعشان كده هو قدر يعمل صحاب كتير ويبقى مشهور وسط زمايله في المدرسة خصوصا وسط البنات. ولما كيوتا بيبقى ممثل الطلاب في احتفال الترحيب بالطلاب الجدد، زمايله البنات اللي معجبين بيه بيحيوه. وبعد كده بنلاقي ان هيبينو وكيوتا في نفس الفصل، وغير كده كمان بيقعدوا جنب بعض، وكيوتا بياخد باله ان هيبينو بنت غلبانة وفي حالها فبيحاول يضايقها، بس هيبينو رد فعلها بيكون عنيف شويتين، فبتطلع المقص من شنطتها وبتحذر بيه كيوتا وبتقوله انها هتقصله شعره لو حاول يضايقها تاني. وقتها بقى الطلبة اللي بيحبوا كيوتا بيدافعوا عنه وبيتخانقوا معاها، بس عشان كيوتا ما كانش عاوز حد يضايقها من زمايلهم بيقف في صفها وبيقول انها حبيبته اصلا وانهم كانوا بيهزروا مع بعض، وده بيخلي باقي الطلبه يبطلوا يضايقوها. وفي اليوم ده المدرسه بتعلن عن منافسه بتتعمل في الفصول ويستعدوا للاحتفال، وهيبينو بصفتها امينه الفصل بتطلب من زمايلها انهم يدفعوا مبلغ 10000 ين عشان يجهزوا الاحتفال. فالناس كتير من زمايلها بيعترضوا وما بيبقوش عاوزين يشاركوا في المنافسه دي اصلا، ومجموعه منهم كمان ما بتبقاش فارقه معاها المنافسه دي. ولما هيبينو بتسمع ردود زمايلها بتتوتر وما بتبقاش عارفه تعمل ايه، وكيوتا لما بياخد باله انها واقعه في مشكله بيقرر يساعدها في الموقف ده، بس بشرط انها توافق يرتبطوا. وفي الاول هيبينو بترفض طبعا، بس بعدين بتوافق لما بتلاقي ان مفيش قدامها حل تاني. وبعد ما بتوافق على طول كيوتا بيقف وبيقول لزمايلهم انهم مش مضطرين يدفعوا فلوس للاحتفال ده، بس هما يقدروا يعملوا احتفال يدخل ليهم فلوس، وبيقترح عليهم فكره انهم يستخدموا المصادر بتاعتهم وبكده مش هيضطروا يدفعوا اي فلوس. وبعد المدرسه هيبينو بيروح لكيوتا يتكلم معاها عن علاقتهم، وهيبينو بتقوله انه ما يقدرش يقول انهم مرتبطين فعلا لان الارتباط ده بيكون بين اتنين معجبين ببعض، وهي معتبره العلاقه دي فشوش لان ما ينفعش العلاقه بين الاتنين تكون اجباري، لان في العلاقات الشخص هو اللي بيختار يبقى عاوز مع مين، وهو ده اللي بيحس انه هيكمل معاه باقي حياته. ولما كيوتا بيسمع وصف هيبينو للعلاقات بينبهر. وتاني يوم كيوتا وهيبينو وباقي زمايلهم بيبداوا يجهزوا لاحتفال المدرسه، ومع ان هيبينو دايما بتلبس لبس قديم بس بتطلع عندها موهبه في تنسيق اللبس وتصفيف الشعر بطريقه حلوه. وفي وقت ما هيبينو وكيوتا وباقي زمايلهم بيكونوا مشغولين في التحضيرات، ساكورا بتيجي تشوف اختها وهي لابسه زي لطيف على شكل نحله، ولما ناشيكي بيشوف جمال ساكورا ولطافتها بيقع في حبها فورا، بس ساكورا بتبقى معجبه بكيوتا اكتر وهيبينو بتاخد بالها من ده. وفي اليوم ده بعد ما حفله المدرسه بتخلص هيبينو وكيوتا بيبقوا قاعدين يريحوا بعيد عن زحمه ودوشه اليوم ده، وبيستمتعوا بمنظر المدرسه من البلكونه، وبعدين بينظفوا المكان وبيشيلوا الادوات اللي استخدموها في الاحتفال ده. وهيبينو بتبقى عايزه تقص لكيوتا شعره وبتقوله انه طول ومحتاج يتقص، بس كيوتا بيرفض في الاول وبيوافق لما هيبينو بتقنعه، وبيطلع ان كيوتا بعد ما بيقص شعره وبيبين ملامح وشه اكتر شكله بيكون احلى. وحتى هيبينو بتقوله انه شكله كده احلى وهي ماسكه وشه، وكيوتا في الوقت ده بيسرح قصاد هيبينو وبيبدا يعجب بيها فعلا. وتاني يوم كيوتا بيعرض على هيبينو انهم يخرجوا في موعد بعد المدرسه، فهيبينو بتدخل اوضه ساكورا عشان تاخد من عندها هدوم حلوه، بس بعدين بترجع في كلامها عشان مش بتكون عايزه اختها تعرف انها مرتبطه بكيوتا. فهيبينو بتاخد بالها ان ساكورا كانت معجبه بكيوتا من بدري. وفي الاخر هيبينو بتقرر تلبس لبس قديم وبتعمل شعرها ضفيرتين. وفي اليوم ده هيبينو بتقابل كيوتا قدام السينما، بس بعدين بتقول لها يروحوا حديقه الحيوان، وده لانها بتحب تروحها من وهي طفله.
وبتحب قوي تشوف الدببة القطبية، وهناك بتقول لكيوتا ان الدببة القطبية الذكور على طول بيدوروا على دببة اناث عمرهم ما قابلوهم قبل كده، وهي شايفة ان دي حاجة رومانسية جدا. وبعد كده كيوتا بياخد هيبينو المحل هدوم عشان يجيب لها هدوم جديدة، وبعد ما بيخلصوا كيوتا بيقترح عليها تروح صالون بتاع واحد صاحبه اسمه هانانوي، واللي بيغير في شكل هيبينو تماما وبيخليها واحدة تانية بعد ما بيصفف لها شعرها. وحتى كيوتا لما بيشوفها بالمنظر الجديد بيتفاجئ من جمالها. وبعدين بيروحوا على مكان فيه منظر للنجوم، وهنا بنعرف ان كيوتا بيحب النجوم قوي ومهتم بعلم الفلك من وقت ما كان طفل، وكان كل سنة بيخلي اهله يجيبوا له تلسكوب هدية في عيد ميلاده. وبعد شوية هيبينو بتحس ان كيوتا مش معجب بيها ولا حاجة، وانه بيقرب منها عشان يوصل لحاجة تانية، فبتروح البيت وهي منهارة من العياط. وتاني يوم الصبح هيبينو وهي بتجهز للمدرسة بتبص على الهدوم اللي كيوتا جابها لها وبتفتكر اليوم اللي فات، وهنا بتستوعب ان طول الوقت ده هي كانت معجبة بكيوتا وكان عندها امل انه يحبها. وهي في المدرسة مع انها بتحاول على قدر المستطاع انها تحافظ على المسافة بينها وبينه، الا انها بتراقبه في الخباثة وبتغير عليه كمان لما بتلاقيه مع بنات تانية. وفي وقت الغدا كيوتا بيروح لها وبيشرح لها هو ليه اوحالها بان نيته وحشة، وبيطلع ان كيوتا ونيشيكي كانوا متراهنين انهم يكسبوا قلب اصعب واكتر بنت غامضة هتبقى معاهم في الفصل، وكانوا متفقين على الرهان ده من وقت ما كانوا في المدرسة الاعدادية. وكيوتا كان دايما بيفوز بالرهان، بس من وقت ما قابل هيبينو وهو حس انها مختلفة جدا عن باقي البنات، وبيعترف لها انه خسر الرهان اصلا، وبيوعدها انه عمره ما هيضايقها تاني. ولما هيبينو بترجع البيت بتلاقي ان الهدوم اللي كيوتا جابها لها اختفت، وبتعرف بعدين ان اختها ساكورا هي اللي اخدتها ولبستها. وعشان هيبينو بتبقى معتبره هديه كيوتا قيمه جدا بالنسبه لها، بتقرر تروح لاختها وتطلب منها انها ترجع لها هدومها. وهي بتدور على اختها بتقابل كيوتا بالصدفة وبتحاول تتجنبه، بس هو بيروح لها وبيقترح عليها انهم يذاكروا سوا في بيته، وبيجي معاهم كمان نيشيكي وساكورا. وتاني يوم هيبينو وساكورا ونيشيكي بيروحوا البيت عند كيوتا، بس بدل ما يقعدوا يذاكروا بيتفقوا انهم يسافروا سوا في اجازة الصيف. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوفهم في اجازة الصيف وهم قاعدين على الشط وبيقعدوا في فيلا مع بعض. ومع ان ساكورا لسه بنت صغيرة في اعدادي، بس بتبقى فاهمة في موضوع العلاقات وبتفتكر ان كيوتا اخدهم هناك عشان يقرب منها، بس بتكتشف بعدين انه نيشيكي هو اللي عاوز يرتبط بيها اصلا. ومع الوقت بتبدا تصرف نظر عن موضوع انها تكون مع كيوتا، وبتعجب هي كمان بنيشيكي. وبالليل كيوتا بياخد هيبينو على مكان يقدروا يشوفوا فيه النجوم من تلسكوب ضخم، وهم بيتفرجوا على النجوم بيتكلموا مع بعض وعلاقتهم ببعض بتتحسن. وكيوتا بيوعدها انه هيقابلها تاني السنه الجايه وقت نزول الشهب. وبالليل هيبينو بتعترف بمشاعرها لكيوتا واخيرا بتقوله انها بتحبه، بس الغريب ان كيوتا بيتضايق وبيسيبها ويمشي. ومن وقت اللي حصل ده وكيوتا بيتجنب هيبينو ويبعد عنها، وهي طبعا بتستغرب وبتزعل من تصرفاته معاها، لحد ما اخيرا نيشيكي بيقول لها ان كيوتا وهو طفل اتعرض لصدمه، وان مامته خانت باباه يوم عيد ميلاد كيوتا وهو عنده 8 سنين. ومن وقت الطلاق وكيوتا ما بقاش بيثق في حد ولا بيصدق ان في حد بيحبه. وبعد ما هيبينو بتعرف بكل ده بتقرر انها تساعد كيوتا يخف من صدمته، فبتحضر حاجات كتير لعيد ميلاده وبتحاول تخليه يفهم ان احتفالات اعياد الميلاد مش دايما وحشه، وان لما حد بيحب شخص فعلا من قلبه ده يقدر يمحي الجراح اللي في قلبه. وبتقوله انها مستحيل تعمل نفس اللي مامتها عملته، وانها هتحبه من كل قلبها. والمفاجاه ان خطه هيبينو بتنجح وكيوتا بيرجع يبتسم من تاني، وساكورا ونيشيكي بيفرحوا لما بيلاقوا علاقتهم رجعت كويسه زي الاول. ومن يومها وكيوتا وهيبينو بيرجعوا لبعض وبيرتبطوا رسميا، وهيبينو بتبدا تغير في مظهرها وتلبس لبس على الموضه وتهتم بشكلها. وفي يوم وهي قاعده تذاكر مع كيوتا بتيجي بنت اسمها نانا تقابل كيوتا، واللي كانت صاحبه كيوتا من وقت الاعداديه. وبعد ما هيبينو بتشوف قد ايه نانا قريبه من كيوتا بتغير منها. وغير كده كمان نيشيكي بيقول لها ان نانا وكيوتا كان طالع عليهم اشاعات بانهم في علاقه وقت الاعداديه. وفي المشهد اللي بعد كده لما نانا بتقابل هيبينو بالصدفه في محل كتب بتقول لها انها كانت اول حب في حياه كيوتا. ولما هيبينو بتسمع ده بتزعل وبتخاف اكتر لا تخسر كيوتا. وتاني يوم ابو كيوتا بيقول له ان مامته مريضه ودخلت المستشفى، وبيقول له يروح يزورها عشان هي عايزه تشوفه. وبعد كده لما هيبينو بتقول لكيوتا يخرجوا سوا بعد المدرسه كيوتا بيرفض، وهيبينو كانت عايزه توديه لاحتفال يتفرجوا فيه على النجوم. وبعد المدرسه كيوتا بيروح المستشفى اللي فيها مامته، بس قبلها بيروح يقابل نانا عشان هي كانت عايزه تقول له حاجه، وبتكون عاوزه تقنعه يسجلوا في جامعه توداي سوا عشان هم كانوا متفقين زمان انهم يدرسوا في نفس الجامعه. وفي اليوم ده هيبينو بتشوفهم بالصدفه وهم ماشيين سوا، فبتزعل وبتفتكره مرضاش يخرج معاها عشان يخرج مع نانا، فبتنهي علاقتها بكيوتا عشان بتفتكره عاوز يرجع لنانا. وبتزعل جدا وما بتبقاش ليها نفس تعمل اي حاجه غير انها تقعد تعيط في اوضتها. وبعد كام يوم بيجي لها عرض من هانونوي وبيطلب منها انها تكون عارضه لواحده من مجلاته، وهيبينو بتوافق على العرض ده وبتحضر جلسه التصوير بتاعه هانونوي، بس ملامحها وتعبير وشها في الوقت ده بتكون مكشره ومش داخله في الجو.
مع انها في الحقيقة مهتمة تبقى خبيرة في الموضة وتسريحات الشعر بتاعت جلسة التصوير. وبعدين بتعرض على هانانوي انها تشتغل معاه كمصففة شعر، وهانانوي بيوافق. وفي اليوم ده هيبينو بتكمل جلسة التصوير بحماس، وفي الاخر الصور بتطلع حلوة وبيحطها في المجلة. واصحاب هيبينو بينبهروا لما بيشوفوا صورها منشورة في مجلة مشهورة، ودلوقتي بيكون عندها طموح انها تبقى مصففة شعر، فبتكمل تدريب في المجال ده. وبتقرر كمان انها ما تكملش دراستها في الجامعة عشان هي عايزة تركز على تدريبها وانها تبقى مصففة شعر محترفة. وفي الناحية التانية كيوتا بيبقى في البيت مع باباه، واللي بيقوله انه لسه بيحب مامته. ولما كيوتا بيسمع ده بيروح المستشفى على طول عشان يقابل مامته ويحضنها، وبيستوعب انه لسه بيحب مامته ومش عاوز يندم بعدين انه ما شافهاش لو حصل لها حاجه. وبعدين بيتصل بنانا عشان يلغي ميعادهم مع بعض، وبنعرف هنا ان نانا كانت عازماه عشان يتفرجوا على النجوم سوا في ليله راس السنه. بس كيوتا بيختار انه يقابل هيبينو عشان هو لسه فاكر الوعد اللي وعدها بيه من سنه، فبيجري عشان يلحق يروح لها ويعترف لها بحبه ليها. بس للاسف القطر بيفوته وبيضطر يقعد يستنى القطر اللي بعده. وفي الناحية التانية هيبينو وهانانوي بيبقوا خارجين مع بعض بالعربية، وبيطلع ان هيبينو راحت على المكان اللي كيوتا كان وعدها يقابلها فيه، وبتقف تستناه وهي ماسكة السلسلة بتاعتها اللي كيوتا اداها لها. وبعد ما بتستناه فترة طويلة بتقرر تروح عشان بتقتنع انه خلاص كده مش جاي. بس على اخر دقيقة كيوتا بيجي لها وبيقول لها انه بيحبها، وبكده الاتنين بيرجعوا لبعض. ولحد هنا بقى بيخلص فيلم النهاردة. لو عجبك فيلم النهاردة ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم الفيلم الجاي، سلام.